بتنهج بسرعة في التمرين، بتحس إنك بتتعب من أول 5 دقايق. بلاش تضحك على نفسك وتقول أنا ماليش في الرياضة أو إن جسمك ضعيف. اللي بيحصل ده ليه أسباب وأسباب واضحة لازم نعرفها النهاردة مع بعض. في حاجات كتير بنعملها في التمرين ومش فاهمين ليه بتحصل معانا. ليه بنتعب بسرعة؟ ليه رجلينا بتوجعنا أثناء التمرين؟ ليه جسمك مش بيتغير ويتطور رغم إنك بتتمرن بشكل مميز؟ أنا بقى جاي أجاوبك على كل ده. ركز بقى كده معايا من الآخر كده، عملت لك سلسلة اسمها سؤال وجواب مع العالمي. دقيقة واحدة هتفهمك اللي ما فهمتوش من سنين. اللي عنده أي سؤال يكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليه. جاهزين؟ يلا بينا. هنبدأ بسؤال: ليه بتتعب بسرعة في التمرين وبننهج بشكل مستمر؟ رقم واحد، ممكن يكون ما عنديش لياقة كافية. جسمك مش متعود على المجهود، مفيش أكسجين كفاية بيوصل للعضلات في الجسم، يبقى طبيعي إنك تنهج وتتعب بسرعة. رقم اتنين، ممكن تكون بتتمرن غلط. مثال يعني على كلامي، إنك بتبدأ التمرين فجأة كده من غير من غير ما أعمل إحماء، وده طبعا بيأثر. بتخش على حمل عالي من أول دقيقة كده، أنت بتصدم جسمك مش بتطوره. رقم ثلاثة، ممكن يكون أكلك وحش ومفيش رقم ثلاثة ممكن يكون أكلك وحش أو مش بتاكل كويس. جسمك ده عايز وقود. لو داخل على التمرين وأنت جعان أو واكل أكلة تقيلة قبل التمرين بشوية هتتعب غصب عنك. لازم تنظم أكلك وتاكل أكل صحي ومناسب قبل التمرين بوقت كافي. رقم أربعة، ممكن تكون مؤثر في حق جسمك في النوم، أو نومك مش مناسب، أو نومك مش مناسب. ما تستغربش لو بتنام اقل من 6 ساعات، جسمك مش بيستعيد طاقته وهتلاقي نفسك بتتعب من اقل مجهود انت بتعمله. رقم خمسة، ممكن ما بتريحش جسمك بالشكل الكافي. كلنا طبعا شباب وبنحب التحدي، بس اوقات جسمك بيكون فعلا محتاج راحة. مش كل يوم حمل عالي، مش كل يوم ضغط على المفاصل. النهاية او الخلاصة في كلامي زي ما بنقول: التعب السريع مش ضعف، هو علامة انك لازم تبدأ صح وتنظم اكلك وكمان تنام كويس. ابني لياقتك واحدة واحدة وراعي جسمك، ولما تتعب ما تقفش، بس خليك ذكي وفكر في كلامي اللي انا بقوله لك. وبكده نكون خلصنا سؤالنا النهارده. لو الفيديو ده عفادك متخليش المعلومة تقف عندك، ابعته كمان لاصحابك وسيب لي سؤال في الكومنتات، يمكن الحلقة الجاية تبقى عنك انت شخصيا. سلام.